بُص بقى، أنا عارفة إن المنظر مش أفضل حاجة خالص، بس بعد اللي أنا شُفته ده قررت إن أنا أصوّر لكم وأنزّل لكم، مع إني بقى لي كتير ما نزّلتش ولا أي فيديوهات هنا ولا على اليوتيوب، بس اللي شُفته ده لازم تشوفوه وتجرّبوه. واحدة صاحبتي قالت لي على خلطة للحوامل بتاعة البوتاجاز، بالذات الحوامل العريضة، لإن هي مُتعبة جدًا وتلمة أوي في التنضيف. ولو أنتِ بالذات من أول ما جبتيها، لو هي لسه جديدة وأنتِ ما لحقتيهاش أول بأول، بيجرى لها زي الحوامل بتاعتي كده. يعني أنا بقى لي 10 سنين متجوزة، فطبيعي باستخدمها يعني كل يوم، وأكيد في الأول ما كنتش مهتمة أوي بيها، ففي حاجات خلاص اللي هي لزقت ونشفت وبقت مش بتطلع حتى ولا بتسِترِس ولا بالحاجات اللي هي مُزيل الدهون والحاجات دي. فالمهم واحدة صاحبتي قالت لي على خلطة عبارة عن إيه، هي اللي بتطلّع بقى كل السواد ده وكل الدهون دي. أنا اتفاجئت إن أنا حاطاهم كده في البانيو، كانت المَيّة نضيفة والله العظيم، كانت مَيّة بيضا نضيفة عادي، فأنا قُلت أحطهم في مَيّة سخنة، لمّا أحطهم في المَيّة السخنة هيخلّي الدهون تبوش وأنضّفها، لكن إن أنا ألاقيه بالمنظر ده وألاقي الفوران ده، أنا اتصدمت. الخلطة دي عبارة عن إيه، عبارة عن مَيّة سخنة مغلية بتكون طبعًا نازلة من السخّان، وبتحطّي عليها 3 معالق من البوتاص، ومعلقتين من البيكربونات، ونُص كوباية من الخل. هتحطّي أول حاجة الحاجات دي في المَيّة، وبعد كده هتحطّي فيها الحوامل. بس نصيحتي أنا بعد بقى اللي أنا شُفته ده، لإن هي بصراحة ما قالتليش حطّي العيون بتاعة البوتاجاز، بس أنا قُلت أجوّد يعني، اللي هو قُلت إيه، نضافة بنضافة دول ينضفوا. ما أعرفش إن هي العيون كانت بتبقى نحاس، فالنحاس بعد ما كان فضّي بقى غامق، فما تحطّوش العيون بتاعة البوتاجاز، حطّوا الحوامل بس. بُصّوا بقى، كل اللي طالع على وش المَيّة ده اللي لونه بني، دي الدهون كانت لازقة على الحوامل، ومش عارفة إيه اللي خلّى المَيّة لونها بني بالشكل ده، هل دي دهون بقى مثلًا وفكّت؟ والرغاوي اللي طلعت دي برضه مش عارفة دي إيه، بس واضح إن البوتاجاز يعني كان بصراحة شايل ومعبّي جامد. ما تتريقوش بقى، وحُطّي لايك تحت الفيديو وتابعي الpage عشان بانزّل عليها روتينات وكده، بوستات وأحيانًا فيديوهات. المهم أنا فضّيت البانيو ونزّلت المَيّة الوحشة دي، وبعد كده شطفتهم وحطيت مَيّة سخنة بس نضيفة، تمام. طلع برضه دهون، شوفوا الحاجات البيضا اللي أنا باكبّر لكم عليها دي، دي دهون برضه طالعة لسه من المَيّة السخنة، لإن هو محتاج بقى إن هو يدّعك. فهييجي بقى وقت الفُرشة اللي هي الفُرشة الحديد اللي أنتم عارفينها، اللي هي بيبقى السنون بتاعتها حديد، بيبقوا 3 فُرَش كده مع بعض. أنا عامةً هانزّل لكم صورتها برضه في post على الصفحة، تمام. وأنا شايفة إن في فرق على الأقل تحسُّن 90%. وأهم حاجة ما تغلطيش الغلطة اللي أنا غلطتها.